اليوم ميمتي باش تودكم بوصفة القديد التونسي، ونعرفوا أبن الوصفات التونسية تجيب القديد. إذا تحبوا نهبطوا لكم وصفة عصبان القديد اكتبوا لنا في تعليق. تو أهم حاجة نشرحوا اللحم متاعنا ونكسروا العظم باش ما يدودش ويخمرش. وشوفوا لاستيس نتا ميمتي كيفاش تلم المصرانة باش ما تخبلش بعد. هذه إيطاب مهم على خاطر المصران هو اللي نعملوا به عصبان القديد. بعد واش نملحوا القديد، وراه قديدنا ما نعملوش فيه كان اللحم، نعملوا فيه الرية الكرشة والمصران وحتى اللي زاد هي اللي بتسيب البنة الكبيرة. كان متملحش قديدك بالباهي راهو يدود لك. بعد نحط لكم السر الكبير نتاع بنة القديدة اللي هو النعناع الشايح. فمش تونس الكل تفوح كيف قولونا انتم منين وتفوحوا كيفنا ولا. بالطبيعة الناس الكل تشاركوا في الفلفل الاحمر وزيت الزيتونة في الفاحة متاعنا. وريتو الحرورية نتاع الفلفل الاحمر هي اللي باش تخلي الذبان ما يدورش بالقديدة متاعك كي باش تشمسوا. وباش نخلطوا الفاح الكل مع بعضها باش نمشيو نعلقوا القديدة متاعنا على الشريطة. رد بالكم كي يهبط الليل ديما غطيو القديد متاعكم بالشبع باش ما يهبطش عليه الندوة. واهم سؤال، قداش يقعد القديد يتشمس؟